أرجوك سيبك من حكاية نخنوخ. قلت لك شعار أبرك من 10. اضرب نخنوخ تخوف العرجاني. هكذا تجد القصة كاملة في قناتنا على اليوتيوب. خلينا في رجل الأعمال الملياردير أحمد الحداد، واللي اتورط في المشهد واللي كان حافر الحفرة لصبر نخنوخ. أحمد الحداد رجل الأعمال زوج الفنانة هاجر أحمد. هذا الرجل، الكلام اللي بيتسرب دلوقتي عن طريق الأجهزة الأمنية في حسابات واتس وفي صفحات، طبعا كل ده بتسيطر عليها الأجهزة الأمنية، أن الأجهزة الأمنية إذ فوجئت بعد القبض عليه أنه كان ليه علاقة بتسييل أموال محمد علي المقاول والفنان قبل خروجه من مصر. ده كلام ما تشيلوش من أرضه، هذا كذب بواح. الأجهزة الأمنية تعرف من 10 سنوات كل تفاصيل الحكاية، لكن هم الأوساخ اللي بيشتغلوا مع تلك الأجهزة والذين يسمح ليهم بالتمدد، عشان لما يأتي الوقت اللي نخلص منه نقدر نحرقه بورقة من اللي احنا شايلينها بقالنا سنين. احمد الحداد هو اللي خد الفيلا بتاعت محمد علي اللي كانت في مارينا في الساحل الشمالي، كانت قيمتها حوالي 50 مليون جنيه، خدها ب5 مليون جنيه. يعني 9 مليون دولار خدهم بأقل من مليون دولار ساعتها، وباعها بعد كده للفنان محمد رمضان ب37 مليون جنيه. الأجهزة تعلم هذا جيدا منذ سنوات طويلة. احمد الحداد هو اللي خد الفيلا برضه بتاعت محمد علي اللي كانت في الرحاب واللي قيمتها حينها تزيد عن 70 مليون جنيه، خدها بتراب الفلوس ما كملتش 10 مليون جنيه، خدها ايضا من محمد علي والاجهزه الامنيه تعلم هذا. احمد الحداد كان ما يسواش اي حاجه ولا يملك اي شيء عن طريق تلك الالاعيب وغيرها. بقى احمد الحداد الاجهزه تعلم هذا، لكن البلد دي ماشيه بذلك السلو. خد بالك برضو في راجل كبير قوي في الجيش اسمه هشام ابو سنه، خرجوه منذ اسابيع بقضيه رشوه، وقال لك اصل ايه وكان ليه علاقه برضو بمحمد علي. يا جماعه كل دي اكاذيب، دول شويه حواه حراميه اوسخ من علي بابا وال40 حرامي. الكلام اللي انا بقوله ده وكلام غيره كتير ياتي وقته هم يعلموه جيدا، فبلاش نبيع على الناس والشعب الغلبان فكره اذ فوجئنا. لم تفوجئوا بشيء، كلكم عصابه، واذا سقط منكم لهفوري فكلكم لهفوري. الله غالب.